نشأت البطاطس في ثمانينيات القرن السابع عشر بين الفقراء الذين كانوا يلجؤون إلى قلي البطاطس عوض السمك. كانت البطاطس المقلية منتشرة بين أوساط الجنود الأمريكيين المتمركزين في المنطقة البلجيكية الناطقة بالفرنسية، ولهذا ربما سميت بالبطاطس على الطريقة الفرنسية. يصنع هذا المصنع البطاطس المجلدة من البطاطس داكنة اللون، وهذا النوع من البطاطس بيضاوي الشكل، أي أنه ينتج قطع بطاطس أطول من البطاطس دائرية الشكل. وتكون البطاطس هذه أيضا مقرمشة، وهذا يعني أن داخلها يبقى أبيض اللون فترة أطول. عندما تصل البطاطس إلى المصنع تنتقل على أسطوانات تتخلص من المكونات الغريبة كالتراب والحجارة الصغيرة وأجزاء النباتات، وتتخلص الأسطوانات أيضا من الأجزاء الإضافية. ثم تدخل البطاطس إلى محطة الغسيل، وبينما هي تدور في القفص ترش بالمياه على سطحها وتنظف تنظيفا جيدا. تتمثل المحطة التالية في آلة فرز تفصل بين البطاطس بحسب الحجم، وهي مصنوعة من مستويات متتالية من الشبكات الرجاجة، وتمرر هذه الشبكات البطاطس الصغيرة الحجم عبر فتحاتها. تصبح البطاطس الكبيرة قطعا طولية كلاسيكية، فيما تصبح الصغيرة قطعا بشكل حلقات أو مكعبات. بعد عملية الفرز تنتقل البطاطس إلى وعاء جمع. متى امتلأ الوعاء يفتح أعلاه ويطلق البطاطس إلى غلاية عملاقة، وبعد حوالي 10 دقائق في البخار المضغوط تصبح القشرة لينة ما يكفي للانفصال عن الحبة بضغط بسيط. وهذا ما يحصل بعد ذلك في هذه الآلة المسماة قشارة. تبدو هذه الآلة كنشافة ملابس عملاقة باستثناء الفراش التي على الأسطوانة. تدور الأسطوانة وتزيل الفراش قشرة البطاطس. عندما تخرج البطاطس المقشرة من الآلة يفحصها العمال ويضعون جانبا القطع التي فيها أجزاء خضراء أو فاسدة أو التي ما زال عليها بعض القشور. يحدد نوع البطاطس خلال الإنتاج نظام تقطيعها: السلسلة من القاطعات الميكانيكية الدوارة، أم نظام هيدروليكي تدفع فيه المياه الجارية البطاطس على شفرات قاطعة. تمر البطاطس المقطعة حديثا في قناة وتنقلها المياه إلى حزام ناقل يأخذها إلى المرحلة التالية. دعونا الآن ننتقل إلى تفقد النوعية بالتقنية العالية. تمر القطع كلها عند كاميرا ويحلل الكمبيوتر حجمها ولونها، وتحدد كل قطعة متوجهة إلى القلي وهي دون المعيار يدفعها دفع هوائي بعيدا عن خط الإنتاج. تقع القطع الجيدة في خزان مياه، وفيما تنتقع يخرج السكر من البطاطس لتصبح باللون عينه عند قليها. ثم تمر الحبوب بمرحلة تعرف بالتبييض، وتوضع القطع في المياه الساخنة ثم الباردة، وهذا يصلبها ويجعل طعمها واضحا أكثر. ثم توضع في المقلاة وتطهى البطاطس حوالي دقيقتين في الزيت النباتي غير المهدرج. عندما تخرج البطاطس من المقلاة يمر الزيت الفائض عبر ثقوب في حزام النقل ويتجمع في وعاء جمع في الأسفل. تمر البطاطس الآن عبر فسحة المبرد تتراوح حرارته بين 15 درجة مئوية تحت الصفر و25 درجة، وتحتاج إلى 10 دقائق لتتجلد. عندما تتجلد يضعها حزام ناقل دوار على منحدرات في كل منها ميزان مثبت يحدد وزن المجموعة التي هي هنا 4 كيلوغرامات. عندما تجمع هذه الكمية ينتفخ أسفل المنحدر وتقع البطاطس في كيس بلاستيكي. ويكفي أن يضع العملاء هذه القطع في الزيت المغلي دقيقتين أو 3 لتصبح جاهزة.